مستمعيه BFM، أسعد الله أوقاتكم. في منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم نلتقي مع الكاتب والشاعر سلمان إبراهيم خليل لتسليط الضوء على أهم كتاباته، كما ونحاوره في جملة قضايا ثقافية وفكرية مختلفة. فأهلا بكم. بداية أستاذ سلمان، لو بدأنا حوارنا بتعريف مستمعينا بشخصكم الكريم. شكرا لكم. في البداية أعرف على حالي سلمان إبراهيم الخليل، كاتب وباحث، وأحيانا أكتب الشعر من مدينة قامشلو، أعمل في مهنة التدريس. نعم، ولو استعرضنا كتاباتك كاملة ماذا يمكنك أن تقول؟ أنا أكتب المقالة والأبحاث والدراسات، وكما قلت قبل قليل أكتب الشعر أحيانا. هذه الكتابات تندرج ضمن مجال الفكر والسياسة وحقوق الإنسان بشكل عام، وهي تتمحور بمجملها حول قضايا شعبنا الكردي وحول قضية الديمقراطية في سوريا. نعم، كما ولديك كتاب تحت الطبع بعنوان الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لو تعطينا موجزا عن محتواه ومتى سيصدر هذا الكتاب بطبعته النهائية؟ طبعا الكتاب يتألف من 4 أقسام. القسم الأول يتناول مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان مع عرض تاريخي لهذين المفهومين وما هي خصائصهما، مع إجراء مقاربة للقيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان وأسباب غيابهما في مجتمعنا. القسم الثاني من الكتاب أتحدث فيه عن حقوق الأقليات والشعوب حسب المواثيق الدولية بشكل مفصل، مع تبيان الفروق بين مفهوم الأقلية ومفهوم الشعب استنادا إلى معايير محددة. ثم أوضح بأن الكرد في سوريا ينطبق عليهم مفهوم الشعب، لأن عناصر الشعب تنطبق عليه من حيث أولا أن كلمة شعب تشير إلى كيان اجتماعي يتمتع بهوية خاصة وله خصائصه الذاتية المتميزة. 2، ضرورة أن يرتبط هذا الشعب بأرض معينة، بمعنى أن يعيش على رقعة جغرافية محددة حتى لو كان هذا الشعب قد تم طرده ظلما أو عدوانا وحلت محله جماعة بشرية أخرى. 3، أن الشعب هنا لا ينبغي أن ننظر إليه باعتباره مرادفا لأقلية أو لأقليات معينة عرقية كانت أو دينية أو لغوية، غير ذلك من أنواع الأقليات، إنما يمكن لهذا الشعب أن يضم في نطاقه أقلية واحدة أو أكثر. وهذه المعايير أو هذه الخصائص تنطبق على الشعب الكردي في سوريا. القسم الثالث من الكتاب أتحدث فيه عن مفهوم الدولة من حيث تعريفها ونشأتها، وأشرح أيضا أركان وعناصر الدولة بشكل تفصيلي، كما أعرج على الدولة القانونية وعناصر الدولة القانونية، وأذكر بعضها مثل وجود دستور، ضرورة الفصل بين السلطات، كذلك يعتبر خضوع الدولة للقانون من أهم عناصر الدولة القانونية. ثم أتحدث في القسم الأخير في الجزء الأخير من هذا القسم، من القسم اللي يعني المتعلق بالدولة، أتحدث فيها عن مفهوم الدولة الوطنية. ماذا تعني الدولة الوطنية؟ وأبين فيها بأن الدولة الوطنية تعني تجسيد الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، الحقوق المتساوية من حيث حقوق المواطنة كأفراد ومن حيث حقوق الجماعات كمكونات قومية أو دينية كانت. أين الدولة الوطنية تعني الاعتراف بحقوق المواطنة وحقوق الجماعات، والاعتراف بالتنوع والتعدد، وتحقيق مفهوم المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم. هنا أشرح بشكل مفصل بأن سوريا لم تتحقق فيها حتى الآن دولة وطنية، باعتبار تم اختزال الشعب، كل مكونات الشعب السوري في مفهوم الشعب العربي وإلى آخره، بحيث لم تتحقق مفهوم الدولة الوطنية بسوريا. طبعا تقريبا المحور الأخير من الكتاب أتحدث فيه عن ضرورة إعادة النظر في مفهوم التنظيم السياسي الكردي، طبعا لعدة أسباب. أولا لأن الأحزاب الكردية حتى الآن برامجها وآليات عملها لم تستطع أن ترتقي إلى مستوى القضية الكردية وإلى مستوى الأحداث التي تحصل في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما أن النظام الداخلي للأحزاب الكردية منسوخة من الأنظمة الشيوعية ذات الطابع الشمولي، بحيث تغيب مبدأ العضوية الفاعلة في هذه الأحزاب، مما يؤدي إلى ترسيخ المركزية الشديدة وغياب شبه تام الآليات الديمقراطية، وتاليا غياب مبدأ العمل الجماعي المؤسساتي الذي ننشده، وإلغاء دور الفرد كعنصر أساسي في عناصر العمل الجماعي. هذه هي المحاور الأساسية للكتاب. طبعا بالنسبة لطباعة الكتاب، حاليا الكتاب موجود عند أحد دور النشر في دمشق. طبعا هو هذا الدار
وضع الكتاب عند وزارة أعلام النظام من أجل الموافقة عليه كي تطبعه خلال هذه الفترة، وحتى الآن لم تأتي الموافقة، أو أعتقد الموافقة لن تأتي أبدا، باعتبار في الكتاب يعني عدة قضايا وأمور وآراء محاور لن تعجب وزارة الأعلام النظام. في حال لم يتم طبع الكتاب عند دار النشر سأطبعه خلال هذه السنة على حسابي في مدينة قامشلو، باعتبار الكتاب طباعته تأخرت أكثر من سنتين، أصبح له جاهزا منذ أكثر من سنتين، مدته طبعا. نعم، وهذه المحاور التي أشرت إليها قد نتطرق إليها في حوارنا لهذا اليوم. في الحقيقة أنا لي مأخذ على كتابك، فأنت لم تتبنى تعريفا خاصا بالدولة، إنما سردت تعريفات متعددة. ألم يكن من الأفضل تبني مفهوم ما للدولة والبناء عليه حتى لا يخرج الكتاب مجرد عرض أفكار؟ لا أعرف، أنا أعتقد يعني مفهوم الدولة كتعريف كمصطلح، يعني أغلب من تعرض إلى الدولة كتعريف أو كمصطلح كمفهوم هم فقهاء القانون والسياسة، مفكري السياسة، وأغلب تعريفاتهم يعني تقريبا متشابهة. فإذا أنا تبنيت تعريف، أعتقد أن هذا التعريف لم يكن يخرج عن هذه التعريفات واللي يتجاوزها من حيث المضمون أو من حيث الشمولية. لذلك لم أتبنى تعريفا محددا للدولة، ولكن كل التعريفات التي أوردتها في الكتاب تقريبا متشابهة، بحيث تبين الدولة وحدة قانونية تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها الحق، هيئة اجتماعية أو هيئة بمعنى هيئة السلطة لها الحق في ممارسة سلطات قانونية معينة في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة عن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها. وحتى ماكس فيبر عرف الدولة بهذا الاتجاه بأنها هي لها الحق في احتكار العنف المشروع. يعني كل التعريفات تقريبا متشابهة، لذلك لم أتبنى تعريفا محددا. ولم تتطرق أيضا كثيرا إلى عوامل نشوء الدولة. عوامل نشوء الدولة تطرقتها في ذكرت عوامل ثيوقراطية، عوامل تاريخية، ذكرت بعض العوامل، ولكن لم تفصل فيها. يمكن ليس بالتفصيل الكامل، ولكن ذكرت بعض العوامل الأساسية. نعم. وكما عرضت في نهاية كتابك القيم بالتوصيف الأخير له لراهنية المواضيع التي تتطرق لها في الحقيقة على الحركة السياسية الكردية، وتقول في القسم الرابع من كتابك إن افتقاد مجمل الأحزاب الكردية منظومة فكرية معرفية أنتج خطابا سياسيا كرديا منفصلا عن الواقع. هنا انتهى الاستشهاد، وسؤال اللفظي يفرض نفسه: من يتحمل مسؤولية ذلك، السياسي أم المثقف؟ أعتقد بأن الاثنان يتحملان المسؤولية. لماذا؟ لأن السياسة هي بالنهاية حالة فكرية يعمل السياسيون على إخراجها إلى حيز الواقع. فالثقافة هي سياسة بالقوة، والسياسة هي ثقافة بالفكر، السياسة ثقافة وفكر بالفعل. لأن أول ما ينعكس الواقع ينعكس وعيا، أول ما ينعكس الواقع ينعكس وعيا، يعني ثقافة ينعكس ثقافة. بعد ذلك تتعاطى السياسة مع الصورة المنعكسة. المثقف ينتج الأفكار انطلاقا من آلية تفكيره وطريقة وعيه للواقع، يساهم في وضع الحلول الفكرية لمشكلات الواقع، ثم يأتي السياسي ويقوم بنقل هذه الخطط والحلول الفكرية إلى الواقع العملي المعاش. وهنا تكمن المعضلة الكردية. فالسياسيين الكرد أغلبهم لم يكن يمارس السياسة، بل يمارس الحزبوية الضيقة التي هي إحدى تجليات الذهنية العشائرية. أما المثقفين الكرد فلهم دور كبير، وهم السبب الرئيسي يمكن القول في غياب هذه المنظومة الفكرية المعرفية. لأن مهمة المثقف الأساسية ما هي؟ هي الاشتغال على الأفكار وإنتاج المعرفة. المثقف يجب أن يشتغل على الأفكار وينتج المعرفة، ومن لا ينتج معرفة بالمجتمع لا يستطيع المساهمة في تغييره، ومن لا يبدع فكرا هو أعجز من أن يؤثر في مجرى الأحداث. هذا هو المأزق الذي يمسك بزمام الخناق المثقف الكردي، لأنه أي المثقف الكردي تخلى عن مهمته الأساسية التي ذكرتها قبل قليل، أي الفهم والتشخيص، أي صياغة الواقع مفهوميا ومعالجة المشكلات فكريا. بهذا المعنى يمكن القول أن المثقف يخلق الوقائع بترجمة الواقع إلى إشكاليات فكرية أو إلى أدوات مفهومية. ومن هنا الفرق بين المثقف والسياسي من حيث المهم المنوط بكل منهما. فالمثقف يحول العالم بالفكرة والمفهوم، أما السياسي فإنه يعمل إلى ترجمة الأفكار إلى واقع عمل ميداني. ذلك يمكن القول أن المثقف الكردي لم يقم بدوره حتى الآن، لأنه عاجز
لأنه عاجز حتى الآن عن الإنتاج المعرفي. فليس من المستغرب أن نرى مثقفين يتعاملون مع الواقع والأحداث بمشاعر الحزن والأسف ويتحدثون بلغة الإحباط واليأس. نعم، إذا كما تقول المثقف الكردي لا ينتج إفكارا. وفي أحد بنود القسم الأول من الكتاب تتطرق إلى مسألة فصل السلطات، وهي من خصائص الدولة الحديثة، ونحن إذا أسقطنا المعادلة على أداة التغيير عندنا والتي هي الأحزاب السياسية، ألا تعتقد معي أن مسألة عدم فصل المهمات والأدوار فعليا داخل هذه التنظيمات من أهم أسباب الانشقاقات والاستئثار بالكراسي؟ أكيد، نعم، يعني هذا شيء أكيد، وأنا كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مقالة وأكثر من دراسة، بأن أحد أهم أسباب التشتت والتفتت الذي أصاب جسم الحركة السياسية الكردية هو تركز السلطة في يد قلة قليلة من القيادة الحزبية وعلى رأسهم السكرتير، وغياب مبدأ العمل الجماعي المؤسساتي وتوزيع الأدوار والمهام، هذا غير موجود في أحزابنا السياسية. وهنا يمكن القول أن أستشهد بكلام مونسيكو الذي قاله في كتابه روح الشرع قبل حوالي أكثر من 300 عام، يقول إنه ما من فرد يتمتع بالسلطة إلا ويميل إلى التعسف في استعمالها، وهو لا شك مستمر في تعسفه ومصر عليه حتى يصطدم بما يوقفه، ولا يوقف السلطة إلا السلطة، ولا سبيل إلى وقف السلطة إذا تولى مباشرة السلطات الثلاث رجل واحد أو هيئة واحدة وقام بسن القوانين وتنفيذها والفصل في المنازعات، أي السلطة احتكر السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية. في هذه الحالة اجتمعت السلطات في يد شخص واحد، تنتهي الحرية وتغيب الديمقراطية، وهذا ما يحصل في أحزابنا، ويبدأ التعسف. نعم، واستكمالا لسؤالنا الأول، هل لديك نشاطات مجتمعية أخرى أستاذ سلمان؟ نعم، أنا أعمل في مجال حقوق الإنسان. نعم. وكنت من الأوائل الذين عملوا في هذا المجال منذ بدايات 2000 تقريبا 2005 2004. أنا بدأت بالعمل الحقوقي في الواقع الكردي والواقع السوري بشكل عام، وحاليا أنا رئيس مركز العدالة لحقوق الإنسان والديمقراطية. هذا المركز تأسس منذ حوالي أكثر من سنة. كما شاركت في بعض المحافل المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي في بعض الدول العربية، كما ألقيت العديد من المحاضرات حول حقوق الإنسان، مثل محاضرة عن حقوق الطفل، محاضرة عن حقوق الأقليات والشعوب، وغيرها من المحاضرات التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما أشرفت ودربت العديد من الورشات والدورات التدريبية المتعلقة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بالعدالة الانتقالية، بكل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. يعني عدة دورات وورشات أشرفت ودربت فيها. نعم. وفي محور آخر، أرى أنه هناك حراك ثقافي ولكن قد لا نرى ثقافة، ماذا تقول في ذلك؟ طبعا في القسم الأول من هذا السؤال أستاذ فرحان، نعم هناك حراك لكنه غير منتج. نعم. رغم وجود بعض المثقفين ومن يمتلكون الأقلام الجيدة والأفكار النيرة، هذا أتفق معك. في القسم الثاني من السؤال، لا نرى ثقافة، أقول لك يا صديقي إن هناك دوما ثقافة للمجتمعات، لأن الثقافة هي جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة بعينها، وهي تشمل الآداب والفنون وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والمعتقدات. هذا التعريف ليس من عندي، هذا التعريف تعريف منظمة اليونسكو الذي تبنته في إعلان مكسيكو عام 1982. كما هناك عدة تعريف أخرى للثقافة، بما فيه تعريف تايلور يعرف الثقافة بأن الثقافة أو الحضارة بمعناها الواسع هي ذلك الكم المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع. طبعا هنا تايلور خلط بين الثقافة والحضارة، لأن الثقافة تشمل عناصر اللامادية أي هي ظاهرة روحية، بينما الحضارة تشمل الجوانب المادية مثل العمران وميادين العمل الأخرى. لكنه لا يمكن فصل الثقافة عن الحضارة، فكلاهما يعكسان تقدم المجتمع وتطوره. وهنا يمكن أن أقول بأننا لم نستطع أن ننتج ثقافة جديدة. هنا أعتقد هنا قصدك بأننا لم نستطع أن ننتج ثقافة، لدينا ثقافة ولكننا لم نستطع أن ننتج ثقافة جديدة، لأن الثقافة تعتبر ركن أساسي من أركان نهوض الحضارة طبعا، وهي السبيل الأساسي في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمعات وبلوغها التقدم المنشود. وحتى اللحظة الراهنة نحن لم نستطع إنتاج مفاهيم ثقافية جديدة قادرة على فهم مشكلات الواقع والإنسان والطبيعة ووضع الحلول لها.
ويعتقد البعض أن هناك أزمة ثقافية ككل الأزمات الأخرى السياسية منها والمجتمعية. أولا، هل فعلا هناك أزمة بهذا المعنى؟ وبرأيك من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ نعم، هناك أزمة بنيوية في عمق المجتمع الكردي. مجتمعات الشرق بشكل عام هناك أزمات بنيوية في عمقها تطال جميع المناحي الحياة، لكن هذا لا يعفي المثقف من المسؤولية. هنا يرى فرانس فانون يقول إن الثقافة هي أولا قبل كل شيء تعبير عن الأمة، أي أن الثقافة هي وعي الواقع، والمثقف والكاتب هو الأداة الأساسية للثقافة، يعمل على تطوير الواقع وتطويره، وبناء عليه يمكن القول أن المثقف هو صانع الوعي. صحيح أن المثقف ليس هو صانع الثقافة، فالثقافة المتوارثة التي عرفناها قبل السؤال الماضي هي في المجتمع هي عادات وقيم وموروثات دينية ومعتقدات هي التي تحدد نمط الثقافة السائدة في المجتمع، لكن المثقف هو الفاعل الأساسي الإيجابي في تطوير وتجديد هذه الثقافة من أجل تحقيق آمال مجتمعه وتطلعاته. فالمثقف هو الإنسان المنخرط بطريقة أو بأخرى في عملية إنتاج الوعي. وكلمة المثقف أستاذ فرحان لم تأتي عبثا، فهذه الكلمة لم ترى النور ولم تكتسب دلالاتها الفعلية إلا أواخر القرن التاسع عشر. هنا سأورد بعض مثالا عن ذلك. عندما ظهرت قضية الضابط الفرنسي دريفوس، طبعا الذي كان يخدم في الجيش الفرنسي واتهم بالتجسس وحكم على أثرها وبالنفي والطرد من الجيش عام 1896، يعني قبل حوالي 120 عاما أو أكثر. لكن فيما بعد ظهرت وثائق تثبت براءته، مما حدا بالأديب الفرنسي المعروف إيميل زولا إلى التعاطف معه وطالب بتبرئته، وكتب مقالة بعنوان إني متهم يطالب فيها بإعادة محاكمة هذا الضابط وتبرئته. وتلت هذه المقالة عريضة حملت توقيع أكثر من 1000 مثقف من أساتذة الجامعات والكتاب والمدرسين تطالب بإعادة محاكمة هذا الضابط، وبالفعل تمت إعادة محاكمته وتمت تبرئته، وكان كل ذلك بفضل إيميل زولا وعريضة المثقفين. وهنا اكتسبت كلمة المثقف دلالاتها. لذلك فإن الحديث عن أهمية الثقافة ودور المثقف في تطوير المجتمعات وارتقائها من الأمور التي لا يمكن تجاهلها وأنكارها. فالثقافة كانت دوما المصدر الأساس لكل تغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ارتقت سلم الحضارة، حتى كثير من الثورات التي تمكنت من تغيير مسار حياة الشعوب والمجتمعات وارتقت بها نحو الأفضل والأحسن وغيرت مجرى التاريخ، كانت صدى لأفكار نظريات بعض المفكرين مثل الثورة الفرنسية. أذكر مثال هنا الثورة الفرنسية عام 1789 كانت صدى لأفكار جان جاك روسو، وتأثرت بكتابه العقد الاجتماعي، حتى أنه سمي هذا الكتاب أو أطلق عليه لقب إنجيل الثورة، لأن قيادات الثورة قادة الثورة الفرنسية تأثروا كثيرا بهذا الكتاب. وهذا الكتاب كان له الفضل الكبير في الثورة الفرنسية وفي تغيير مجرى تاريخ فرنسا برمتها، إن لم يكن تاريخ أوروبا بشكل عام. طبعا بهذا الكتاب بين جان جاك روسو بضرورة انبثاق السلطة من إرادة الشعب، وهكذا تغيرت مجرى التاريخ بفضل المثقفين ونظرياتهم الثقافية. وعندنا فيما تبرز هذه الأزمة أكثر؟ في الفعاليات أم في النتاجات أم في المماحكات بين المثقفين أم في نواحي أخرى؟ أعتقد بأن الأزمة تشمل جميع الجوانب التي ذكرتها، وهنا سأحاول أشرح بالتفصيل يعني أسباب الأزمة. هناك عدة أسباب الأزمة من وجهة نظري. طبعا هي أولا أن المثقف الكردي لم يمتلك بعد مشروعه الثقافي. ما عند المثقف الكردي مشروع ثقافي يستطيع من خلال التأثير على الوعي الاجتماعي. طبعا من وجهة نظري السبب يعود أن المثقف الكردي لا يملك المشروع قصوره المعرفي. أعتقد أن غالبية المثقفين لديهم قصور معرفي، فهذا المثقف حتى الآن مستهلك للأفكار. نحن مستهلكين للأفكار، نكتفي باستقبال مفاهيم جاهزة بدل من قراءة الواقع. بدل ما نقرأ واقعنا نستقبل مفاهيم جاهزة، ما نقدر على فهم مشكلات واقعنا. بالتالي نحن غير قادرين على إيجاد الحلول للواقع وأبداع مفاهيم جديدة من أجل تغيير واقعنا. نحن عاجزين عن تشكيل حالة من الوعي المطابق للواقع. نحن عاجزين عن تشكيل حالة من الوعي المطابق للواقع، بالعكس نحن أنتجنا ما سمي بالوعي المفارق لهذا الواقع. هذا الشيء أوصل المثقف إلى حالة من القطيعة بين أفكاره وبين الممارسة العملية لتتحول أفكاره شيئا فشيئا. النتيجة تحولت أفكار المثقف شيئا فشيئا إلى خطابات عقيمة وأفكار وأحكام عامة وأفكار بسيطة ونصائح ساذجة لا جدوى منها. فهذا المثقف حتى اللحظة
غير قادر على تقديم أفكار ونظريات ورؤى ومفاهيم ودراسات عملية وعلمية ومنهجية تستطيع أن تغير الكثير من المفاهيم والأفكار البالية التي تؤثر في الدينامية الاجتماعية لمجتمعنا. يعني أن المثقف لم يقم بدوره، فقط يقوم بالتذكير بالمبادئ والقيم والأخلاقيات ضمن إطار من العموميات والشعارات نابعة من اجتهادات وتأملات شخصية تلامس القشور ولا تؤثر في جوهر الواقع. السبب الثاني من وجهة نظري تضخم الآن لدى العديد من المثقفين، وحالة التنافس وحالة التشتت هي السمات الغالبة على المثقف الكردي. طبعا المثقف بشكل عام، المثقف الشرق الأوسطي بشكل عام، والمثقف الكردي أحد مميزاته. طبعا يمكن السبب يعود إلى البنية الريفية ما قبل المدنية التي نحن نعيش فيها. طبعا وهذه الذهنية الريفية أو العقلية العشائرية متجذرة فينا. نحن لم نتلمس الحضارة بشكلها الحقيقي، لم نتلمس مفهوم المدنية، لم نرتقي إلى مستوى الفكر المدني بشكل حقيقي. فكل المثقفين من يدعون إلى تغيير الواقع لكنهم في الحقيقة لا يسعون إلى تغيير الواقع، يسعون إلى النفوذ والمكاسب. وهناك أمثلة سنوردها في مجالات لاحقة، في أسئلة لاحقة إن شاء الله. طبعا السبب الثالث، المثقف الكردي يرى نفسه فوق النقد. يعني إذا أحدهم انتقدني لا أقبل هذا النقد. بشكل عام المثقف لا نقبل النقد، وهذه سبب كبير يعني لعدم قدرة المثقف على التلائم مع واقعه وتحقيق ما يصل إليه، ويرفض رفضا قاطعا أن توجه إليه سهام النقد حتى وإن كان هذا النقد موضوعيا. طبعا فالإنسان الذي لا يقبل النقد، الإنسان الذي لا يكون ديمقراطيا في فكره ويكون متسلطا في داخله، هل يستطيع أن ينتج أفكار تنويرية؟ أعتقد لا. هذا سبب آخر. السبب الرابع أعتقد هو يفتقد المثقف الكردي إلى الاستراتيجية الواضحة. نحن ما في عندنا أي استراتيجية في العمل، أهداف محددة ما في، أولوية، ما هي أولوياتنا التي يجب أن نشتغل عليها ونعمل وفقها حتى نتمكن من تشخيص الواقع، وصولا إلى خلق وعي اجتماعي جديد يعبر عن روح المجتمع وطموحاته وآماله. وغياب هذه الرؤية سمة مشتركة لدى جميع المثقفين حتى أغزرهم إنتاجا. الذين يدعون بأنهم أصحاب مشروع نقدي للثقافة الكردية فهم يعيشون خارج الزمان والمكان الثقافي للمجتمع الكردي. في عندنا مثقفين يكتبون بس كتاباتهم كلها تندرج خارج الثقافة الكردية أو خارج الواقع الكردي، يتكئون على أفكار مفكري الغرب التفكيكيون وما بعد الحداثة. أن اعتماد على أفكار وأولياء المفكرين الغربيين، اعتماد أفكار ما بعد الحداثة وتطبيقها على ثقافة كردية ما هو لتجني على الواقع الكردي. فنحن لم نعيش حداثة حتى يأتي مثقفين يطبق علينا أفكار ما بعد الحداثة، وهذا يدل على غياب الرؤية، يدل على غياب الرؤية لدى المثقفين، وأفكارهم لا تنسجم مع هذا الواقع. لذلك بدل من أن يكون المثقف صاحب مشروع فكري نهضوي لتجديد الثقافة الكردية، يصبح أداة من أدوات إنتاج الأزمة الثقافية والفكرية والمعرفية في الواقع. طبعا في سبب آخر كمان، سبب خامس ممكن أذكره، المثقف الكردي ما زال يخاف من السلطة السياسية. طبعا عاش في ظل السلطة السياسية، في ظل سلطة البعث على مدى 40 عاما. السلطة كانت قائمة على الإلغاء الآخر، قائمة على الترهيب، قائمة على العنف، قائمة على كل هذه المرتكزات الإقصائية والإلغائية، على اللون الواحد، على الحزب الواحد. هذا الشيء أدى زرع الخوف في قلب المثقف السوري والكردي طبعا. ومن يعيش، والمثقف الذي يعيش في ظل الخوف لا يستطيع أن ينتج، لأن الثقافة تحتاج إلى مساحة من الحرية. الثقافة لا تستطيع أن تعيش خارج إطار الحرية. هذه بعض الأسباب التي يمكن نذكر. سبب آخر كمان، ثقافة الصورة. نحن في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا والتطور المتسارع لوسائل الاتصال وانتشار الفضائيات، أصبحت الآن الثقافة الطاغية شو هي ثقافة الصورة، ثقافة الاستهلاك، ثقافة الحرب، ثقافة العنف الأكثر تأثيرا في المجتمع وفي سلوك الشرائح الأكثر في مجتمعنا، في سلوك الشباب وعقولهم ونمط حياتهم. طبعا هذا العصر، عصر التقدم التكنولوجي، أصبحت الثقافة سلعة، وأصبح كل مظاهر الإنتاج الثقافي رموزا سلعية. كل مظاهر الإنتاج الثقافي رموز سلعية أصبحت. طبعا هالشيء جعل غياب قادة الثقافة التقليديون أو إلغاء دور قادة الثقافة التقليديون اللي هم المثقفين، غاب دورهم إلى حد ما في ظل ثقافة الصورة، وأدى إلى تغيير قوة التأثير الثقافي. إذا هكذا حال يقف المثقف الكردي عاجزا عن لعب أي دور في حياة مجتمعه، مما أدى إلى انسحاب الكثير من المثقفين إلى المشاركة في الشأن العام إلى عوالمهم الخاصة. نعم.